هنعمل هريسة الفلفل الحلو الأحمر. اللي حابب يعمل الشطة هي نفس الطريقة، بتضربيهم في الكبة أو في المفرمة بتاعة اللحمة، بنصفيهم شوية من المية بتاعتهم، بنحطهم في حلة على البوتاجاز تغلي، بعدين بنوطي النار. أول ما تلاقي الفلفل قرب يستوي كده ويشرب المية بتاعته تماما ويبقى طري خالص كده، خلاص انت داخلة في مرحلة التسوية. هياخد على البوتاجاز يعني ماكسيمم من تلت ساعة لنص ساعة، مش أكتر من كده. أول ما تحطيه في الحلة حطيتيه على البوتاجاز، النار تبقى عالية. أول ما يغلي بنوطي البوتاجاز خالص، النار بتبقى هاديه طبعا. بعد ما يستوي معانا خلاص هيبقى اتشرب الميه كلها تماما، هيبقى بالمنظر ده. هنضيف معلقه صغيره ملح خشن، وهنضيف معلقه صغيره او معلقه كبيره، خلي براحتكم. وهنضيف هنا يعني ربع معلقه ملح الليمون، هنخلطهم مع بعض. هنجيب برطمان معقم هنحط فيه معلقه زيت، وهننزل بالخليط بتاعنا وهنحط عليه تاني معلقتين زيت، ونغطيه ونحتفظ بيه في الفريزر. وبس كده. هينفعكم في اي تتبيله انتم محتاجينها. بعد ما تاخدي منه زوديه زيت.